لما تيجي تشتري كمانجا او بافتراض ان انت معاك كمانجا بالفعل، وتيجي كده وانت بتقلب على النت ولا بتقلب في الستور ايا كان، عايز تدور على كمانجا، وانت بتدور في الكمانجات كده بتلاقي فيه كمانجات الكتريك، كمانجات كهربائيه، وهتلاقي فيه كمانجات العاديه بتاعتنا. فلو انت واحد معاه كمانجا بالفعل تمام، هو ممكن يكون بيفكر انه يشتري كمانجا تانية مع اللي معاه او ان هو يغير اللي معاه. ولو انت واحد لسه ما اشتراش فبيلاقي قدامه الخيارين دول وما بيبقاش عارف يشتري ايه فيهم. النهارده انا مش هجاوبك على اي سؤال من الاسئله دي. النهارده انا هقول لك هل الكمانجا الالكتريك تنفعك؟ يعني هل الكمانجا الالكتريك تنفع لحد لسه مبتدئ، ولا دي معموله للمحترفين وانت ما ينفعش تشتريها؟ ويا ترى لو اشتريتها هل انت بتشتريها لوحدها ولا بتشتري معاها حاجات تانية؟ واجمالي التكلفه هتكون كام مقارنه بسعر الكمانجا الخشب؟ كل ده هنتكلم فيه مع بعض النهارده. انا عارف اني اتكلمت قبل كده عن الكمانجات الالكتريك في فيديوهات فاتت، ولكن في الفيديو ده انا هقول لك هل هي مناسبه ليك ولا لا. تعال بقى نجاوب على شويه الاسئله دي. A few moments later. تعال نجاوب على شويه الاسئله دي. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واكيد انت عامل كده يعني بما انك بتشوفني دلوقتي. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل الحاجات دي وسيب لي كومنت، ويلا بينا نشوف الفيديو. طيب مبدئيا كده تعالى نفرق ما بين الكمانجتين بحيث نفهم آلية عمل كل كمانجة منهم، فنعرف هو على اي اساس احنا بنختارهم اساسا. فكره الكمانجا الخشب انا عارف اني اتكلمت في الموضوع ده كتير، ولكن انا هقوله لك سريعا كده. فكره الكمانجا الخشب ان انت لما الشعر بتاع القوس احنا بنحط عليه الروزن او الالفونيا بحيث ان هو يكون لزج، فلما بيعدي على الاوتار بيحصل احتكاك ما بين الشعر وما بين الاوتار، فينتج عنه الطول الموجي اللي هي حركه الوتر اللي هي مقلوبها لتردد، ومش هدخل في التفاصيل دي دلوقتي. التردد ده بيتنقل عن طريق الفرصه، وبالمناسبه التردد ده اللي هو احساس الفايبريشن اللي انت بتحسه في الخشب لما تيجي تحرك القوس على الاوتار. المهم ان التردد ده بيتنقل عن طريق الفرصه لعمود الصوت. في عمود كنت اتكلمت عنه كتير قوي جوه الكمانجا، العمود ده هو اللي بينقل التردد لباقي جسم الكمانجا. فالتردد لما بيتنقل لجسم الكمانجا، الخشب نفسه بتاع صندوق الصوت او بتاع جسم الكمان بيحرك جزيئات الهواء اللي موجوده جوه، فجزيئات الهواء تقعد تخبط في بعض لحد ما تخرج من فتحتين الصوت اللي موجودين على الكمانجا. دي فكره الكمانجا الخشبيه، او فكره اي آلة موسيقيه اكوستيك، اي آلة موسيقيه تقليديه، اي آلة موسيقيه وتريه تحديدا. طيب بالنسبه للكمانجات الالكتريك فاحنا ما عندناش القصه دي كلها. احنا عندنا برضو الاوتار لما بتحتك بالشعر بتاع القوس بينتج عنها تردد وبيتنقل للفرصه، اللي الفرصه بتبعته لميكروفون. يعني هو في زي مايك كده موجود تحت الفرصه اللي هو السنسور بتاع كارتة الصوت بتاعت الكمانجا نفسها، وكارتة الصوت دي هي اللي بتبعت الصوت ده للامبليفاير. وانا قلت امبليفاير فده معنى ان انت مش هتشتري الكمانجا لوحدها، يبقى انا فرقت لك ما بين الاثنين. وانا قلت امبليفاير يعني ده معناه ان في تفاصيل تانية غير الكمانجا نفسها. خلينا ما نسبقش الاحداث، ودلوقتي انا فرقت لك ما بين النوعين، يعني فهمت كده ازاي كل واحده فيهم بتخرج صوت. من الاسئله اللي هتيجي في بالك دلوقتي، هل تكنيك العزف نفسه بيختلف؟ يعني اللي بيعرف يعزف كمانجا الكتريك يعرف يعزف كمانجا خشب، واللي بيعرف يعزف كمانجا خشب يعرف يعزف كمانجا الكتريك؟ وبالمناسبه الاثنين خشب، بس انا اقصد بالخشب اللي هي التقليديه، لكن الكمانجا الالكتريك العاديه بتكون خشب برضو، ولكن خشب يعني صب. ودي من عيوب الكمانجا الالكتريك عموما. بس خلينا دلوقتي نجاوب على السؤال بتاعنا اللي هو اللي بيعرف يعزف هنا هيعرف يعزف هنا. هقول لك ان الكمانجتين واحد، والكمانجتين نفس التكنيك، الكمانجتين نفس الاسلوب بتاع اللعب، وهي مفيش اي فرق ما بين الاثنين. الفرق في آلية خروج الصوت من الآلة بس. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا آلية خروج الصوت من الآلتين، وعرفنا هل في اختلاف في اسلوب اللعب ولا لا، وطبعا عرفنا ان هو مفيش اختلاف. تعالى دلوقتي بقى اقول لك على مميزات وعيوب كل واحده فيهم، وبعديها هجاوبك هل هي مناسبه ليك ولا لا. بس لازم اديك الصوره كامله كده بحيث ان انت تعرف تختار صح. تعال الاول نمسك الكمانجا التقليديه بتاعتنا الجميله اللي انا شخصيا بحبها وبفضلها عن الكمانجا الالكتريك، ولكن تعال نمسكها كده ونشوف مميزاتها وبعد كده عيوبها. مميزات كمانجتنا الحلوه العاديه اللي ما فيهاش اي لعب كتير، ان هي اولا وزنها بيكون خفيف. يعني الكمانجا نفسها وزنها خفيف، لو انت بتحس انها تقيله عليك فانا عايز اقول لك ان الالكتريك بتكون بقى 5 مرات الوزن اللي انت شايفه ده، بتبقى بشعه. وخلينا نتكلم مع ده في عيوب الالكتريك مش وقته. بس الكمانجا الخشب العاديه وزنها بيكون خفيف مقارنه بالكمانجا الالكتريك. تاني ميزه وهي ان الصوت مش مرتبط باي اجهزه الكترونيه، الصوت بتاع الاله بيخرج منها من غير اي اضافات. يعني انت مش محتاج يكون عندك امبليفاير، مش محتاج يكون عندك كابلات، مش محتاج كارت صوت، مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي الكمانجا في حد ذاتها بتخرج الصوت. فيبقى احنا عندنا ميزه الوزن
والميزه التانية ان هي متكامله في بعضها، انت مش محتاج تجيب لها حاجه تانية زياده. وفي ميزه كمان دي انا شخصيا بحسها قوي، وهو الصوت الطبيعي. يعني صوت الخشب، صوت الكمانجا الخشب بتحسه الصوت اللي انت متعود عليه، صوت الكمانجا الحلو الجميل اللي احنا نعرفه، بس ده بافتراض ان الكمانجا اللي معاك حلوه، بافتراض ان الكمانجا اللي معاك غاليه، بافتراض انك بتعرف تعزف اساسا. يعني بافتراض ان انت بتتمرن ويعني ايه دايس في الموضوع، فانت هتلاقي ان صوت الكمانجا الخشب يعني نفسيا كده قريب ليك اكتر من الالكتريك. الاتنين صوتهم جميل والاتنين صوتهم حلو، ولكن يعني دي حاجة أنا بحبها في الكمانجا الخشب. ولكن هرجع أفكرك إن لو الكمانجا اللي معاك غالية، لو كمانجا معاك خشب كمانجا حلو، يعني مش كمانجات اللي هي بتاعت التعليم. كده احنا اتكلمنا عن المميزات، تعال نتنقل للعيوب. وأول عيب وهو صعوبة التسجيل منها. يعني أنا لو عايز أسجل حاجة من الكمانجا بتاعتي، كمانجا الخشب التقليدية، بحتاج مايك، وبحتاج ان يكون الدنيا هاديه جنبي، مفيش نمله ماشيه، اي صوت هيظهر معاك في العزف. فده من العيوب اللي بتخلي الكمانجا الخشب مش احسن حاجه للتسجيل، الا لو هتسجل في استوديو معزول. يعني لو انت هتقعد مفيش اي صوت حواليك، الدنيا تمام حواليك، ساعتها هتقدر تسجل بيها، غير كده مش هتعرف تسجل بيها. تاني عيب وهو استخدامها في الحفلات. في الحفلات انت ممكن تكون متقيد شويه بالكمانجا الخشب، الا لو هتجيب لها بقى مايك وايرلس وقصه كده، يعني هتشتري لها اكسسوارات، ولكن بتكون متقيد قوي بالمكان بتاعك، لان انت في قدامك مايك وبتاع ولازم تثبت قدامه وحاجات زي كده. يعني الناس اللي شاركت في حفلات عارفين الكلام ده. العيب اللي بعد كده وهو صعوبه التحكم في الصوت. يعني انت دلوقتي صوت الكمانجا بتاعتك ما ينفعش توطيه او ما ينفعش تعليه، هي صوتها كده. هتوطيه بقى بكتامه بالحاجات اللي احنا بنعملها دي، برضو ما بيكونش يعني بيكون ليها صوت برضو عالي. فدي بتكون حاجه يعني ايه ساعات غلسه شويه لو انت حابب انك تتمرن في وقت حواليك ناس نايمه ولا الفجر مثلا، يعني بيبقى صعب عليك تستخدمها في كل الاوقات. فدي من عيوب الكمانجا الخشب اللي عشانها انت ممكن تروح تشتري الكتريك. تعال ندخل على الكمانجا الالكتريك عشان ما اطولش عليك، وعلى راي ابو زيد قول طول. بالنسبه للكمانجا الالكتريك فاحنا عندنا المميزات بتاعتها، ان هي اولا كده بتعرف تتحكم في الصوت بتاعها، اللي هو العيب اللي اتكلمنا. يا رب ارحمني بقى. هو الدنيا كلها خلاص يعني عرفت ان احمد بيصور، فكله لازم يتنطط بقى ويزمر ويبعت رسائل، كلها لازم ايه مشاكلهم يحلوها حالا. يعني في واحده بتزعق لبنتها بقى. A few moments later. مميزات الكمانجا الالكتريك ان انت بتقدر تتحكم في الصوت بتاعها، ودي ميزه انت ممكن عشانها كحد مبتدئ يشتري كمانجا الكتريك. هتقولي ليه؟ هقول لك انت دلوقتي عايز تتمرن على الكمانجا بتاعتك ومش عايز تزعج اللي حواليك. يا سيدي انت بتتمرن ومش عاجبك صوت الازعاج اللي انت بتعمله، انت واحد بيحبط بسرعه وشايف ان صوت القطر اللي انت بتطلعه ده هو يعني مستفزك انت اكتر ما مستفز اللي حواليك، ممكن تجيب لك كمانجا الكتريك، لان في الحاله دي انت بتقدر تتحكم في الصوت بتاعها. طب ببساطه ممكن ما توصلهاش باي حاجه وتشتغل بيها زي ما هي كده، هيبقى الصوت بتاعها ضعيف جدا، يا دوب انت اللي هتسمعه بالعافيه. فالكمانجا الالكتريك انت بتقدر ان انت تتمرن او تستخدمها بصوت واطي جدا، وتقدر ان انت تتحكم في الصوت. حتى لو موصله بامبليفاير فانت تقدر ان انت تعلي وتوطي الصوت اكنك مشغل سماعه عادي، هي بتبقى سماعه بالفعل. الميزه الثانيه للكمانجا الالكتريك وهي كاستمايزد شويه، يعني انت بتقدر ان انت تختار التصميم اللي يعجبك. يعني فيها تصاميم كتير واشكال كتير، ويعني في ناس بتحب شكلها وبتشوف ان شكلها حلو وفي تصاميم حلوه وكلام زي كده. انا كاحمد ما بيدخلش دماغي الكلام ده، انا شايف ان شكل الكمانجا هي تحفه فنيه اصلا، بغض النظر بقى عن اللعب الجديد اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده، ان احنا بقى نقعد نغير في شكلها وبتاع. انا بحب شكل الكمانجا، شكل الكمانجا زي ما احنا عارفينها واتولدنا كده شفناها. لكن في ناس بتحب اشكال الكمانجات الالكتريك، فهي تعتبر ميزه، انت بتنقي الكمانجا بالشكل اللي يعجبك. الميزه الثالثه وهي ان انت لو حبيت ان انت تسجل، حبيت ان انت تلعب في حفله، فانت ما عندكش مشكله في حاجه. هي الكمانجا بيكون طالع منها سلك على كارتة الصوت وشكرا. يعني لو بصيتوا ورايا هنا في كارت صوت محطوط تحت الشاشه اهو. انا لما بحب اسجل بالكمانجا الالكتريك بوصل الكمانجا على الكارت على طول وخلاص. لو في فرح بلدي شغال جنبي عادي مفيش اي مشكله، يعني لو جايب رقاصه في الاستوديو هنا مش هيطلع صوتها مع التسجيل. دي بتعتبر ميزه قويه جدا للكمانجا الالكتريك، لان هي بتخليك تطلع الصوت من الكمانجا للكمبيوتر عدل، فالصوت ايا كان بقى ايه اللي حواليك هو هيطلع نقي ومظبوط والدنيا هتكون تمام.
بالنسبه للحفلات فانت بتقدر ان انت تجيب لها قطعه وايرلس، قطعه ترانسميتر وريسيفر. انت بتدي الريسيفر للميكسر وبتاخد انت الترانسميتر وتركبه في الكمانجه. قصه كده يعني، ممكن ابقى اتكلم عن تفاصيل الكمانجه الالكتريك بعدين، ولكن يعني بيكون الموضوع سهل. فبتقدر ان انت تتحرك بالكمانجه عادي من غير ما تكون لازق في مايك بقى وقاعد عامل كده والمايك محطوط قدامك وتخبط في المايك وانت بتعزف، وشغلانه يعني حزينه بتحصل بالكمانجه الخشب. في الكمانجه الالكتريك مفيش الكلام ده يا سيدي. حتى لو معكش الترانسميتر ده انت ممكن توصل بسلك عادي جدا، والسلك بيكون طويل جدا وعادي مفيش اي مشكله. فدي ميزه موجوده في الكمانجه الالكتريك. بالنسبه بقى لعيوب الكمانجه الالكتريك، وهي التكاليف الاضافيه اللي انت هتتحملها غير ثمن الكمانجه. يعني انت الكمانجه مش هتشتريها لوحدها وشكرا على كده، لا انت هتروح تشتري لها امبليفاير، هتروح تشتري لها كابل او ترانسميتر زي ما انت هتجيب، ولو انت ناوي تسجل فهتحتاج ان انت تجيب لها كارت صوت، ويعني في تكاليف اضافيه هتتحملها غير ثمن الكمانجه نفسه. ولكن الكمانجات الالكتريك تعتبر ارخص من الكمانجات الخشب، وانا عارف ان في ناس كتير هتدخل تناقشني في الموضوع ده. الكمانجات الالكتريك المتوسطه هي سعرها ارخص بكتير من الكمانجات الخشب المتوسطه. والكمانجات الالكتريك لو انت جبت كمانجه الكتريك فخمه ويعني غاليه وفيها كل المميزات اللي انت عايزها، عشان تجيب كمانجه خشب برضو فخمه وجميله ومش عارف ايه، ممكن تدفع 3-4 مرات السعر اللي دفعت في الكمانجه الالكتريك. فالكمانجه الالكتريك تعتبر نوعا ما ارخص من الكمانجات الخشب، ولكن ده ما بينطبقش على الفئات الاقتصاديه. في الفئه الاقتصاديه لا، بتلاقي ان السعرين قريبين من بعض او الكمانجه الخشب ارخص شويه. العيب التاني في الكمانجه الالكتريك وهو وزنها. الكمانجه الالكتريك انت حرفيا شايل مله سرير على كتفك، يعني وزنها بيكون صعب، بتكون متعبه جدا، وخصوصا لو هي فيها تفاصيل كتير وخشب كتير، لان زي ما قلت لك هي بتبقى خشب صب، انت حرفيا شايل مله سرير على كتفك، فبتكون تقيله. يعني تقدر كده تقول ان هي وزنها 4 مرات او 3 مرات حسب نوع الكمانجه اللي انت جايبها وزن الكمانجه الخشب التقليديه. ده بجد يعني انت بتلاقي وزنها تقيل بغباء. ممكن تبان ان هي مش تقيله، ممكن تبان قدامك ان هي مفرغه وبتاع وشكلها كيوت وجميله، بس هي بتبقى تقيله جدا. الا لو انت جايب حاجه بقى مصنوعه من الكربون فايبر او اي حاجه تانية مصنوعه بماده تانية غير الخشب، ممكن تكون خفيفه. لكن الكمانجات الخشب الالكتريك اللي احنا بنشوفها اللي هي موجوده في يعني 99% من الكمانجات اللي موجوده في السوق هي مصنوعه من الخشب، حتى الالكتريك بتكون تقيله. فيعني انا بقول لك اهو، لو انت واحد لسه مبتدئ وبيفكر انه يجيب واحده عشان يتمرن عليها، يعني اعمل حسابك في كتافه لو هي مش جايه معاها كتافه، اعمل حسابك ان انت يعني هتتمرن عليها وهتحس بوزنها ويعني ايه، عشان بس ما تجيش تعيط بعد كده. يعني الموضوع هيكون متعب شويه، بس لما هتتعود عليه عادي. نيجي للسؤال اللي بعد كده بقى، هل الكمانجه الالكتريك دي اشتريها ولا ما اشتريهاش؟ وهل هي تغني عن الخشب ولا ما تغنيش، ولا انا اعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي باختصار، الكمانجه الخشب تغني عن الالكتريك، لكن العكس لا. تقول لي ازاي؟ هقول لك الكمانجه الخشب انت لو حبيت تقلبها الكتريك سهل ان انت تعمل ده، بتجيب كارتة الصوت وتجيب المايك وتحطه تحت الفرصه. يعني انت لو عايز تعمل ده في كمانجتك اعملها لك عادي. ياما عملت كمانجات حولتها من خشب لالكتريك وبتبقى شغاله الاثنين، بتبقى شغاله اكوستيك. انا اسف على كلمه ان انا حولتها من خشب لالكتريك، لان الاثنين خشب، اقصد اكوستيك والكتريك. بتجيب كارتة الصوت وتركبها على الكمانجه وبتشتغل اكوستيك والكتريك عادي في نفس الوقت، مفيش اي مشكله. فالكمانجه الخشب هي اشمل، يعني تقدر انت تعتمد عليها في كل الظروف غير الكمانجه الالكتريك. ده لو انت عاملها هايبرد، عاملها اللي هي تنفع الاثنين. الكمانجه الالكتريك هي بتكون مناسبه اكتر للتسجيلات، للحفلات، لو انت عايز تتمرن مثلا ويكون الصوت بتاعها واطي وكده وتقدر انت تتحكم فيه، هنا الكمانجه الالكتريك هتكون مناسبه اكتر. لكن في معظم الاحوال الكمانجه الخشب بتكون افضل. طيب هل انا كمبتدئ اجيب كمانجه الكتريك؟ هقول لك لو معاك القدره ان انت تجيب كمانجه الكتريك مع الكمانجه بتاعتك، هقول لك هات الكمانجه الالكتريك، بس ما تستغناش عن الخشب. يعني لو انت معكش كمانجات خالص فما تروحش تجيب الكتريك، لا هتجيب خشب، والكمانجه الالكتريك تكون مع الخشب. هتقول لي ليه؟ هقول لك الكمانجه الالكتريك دي اللي انت هتستخدمها وقت ما تحس ان انت خلاص منزعج وعايز يعني تتمرن بصوت واطي، او انت عايز تتمرن في ظروف ما ينفعش ان انت تطلع فيها صوت، حد نايم جنبك بقى بتتمرن الفجر، ايا كان الوضع اللي انت فيه. هنا انت هتجيب كمانجه الكتريك عشان تتمرن بقى وما تقطعش تمرين، وبقى قابلني يعني لو عملت ده، بس يعني ايه يا عم هاتها واتمرن ماشي. لكن لو انت واحد ما عندوش كمانجات اصلا فما يجيبش كمانجه الكتريك، يجيب كمانجه الاكوستيك العاديه. هتقول لي ليه؟ هقول لك الكمانجه الاكوستيك العاديه صوتها بيكون واضح وصريح، والدنيا بتكون يعني ايه اللي هو الوضع الطبيعي للكمانجه. فالميزه هنا ان انت هتكون سامع نفسك فعلا، يعني هتكون سامع نفسك بصوت عالي، فهتقدر ان انت وانت بتتعلم وانت بتتمرن قادر ان انت بقى ايه تحس بالكوارث اللي انت بتعملها عشان تعرف تعالجها.
دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت لما هتيجي تتمرن مع مدرب او مع حد، هو مش هيسمعك على الكمانجه الالكتريك، فانت كده كده لازم هيكون معاك كمانجه خشب، بحيث ان دي اللي هي الكمانجه اللي انت بتتمرن عليها وبتستخدمها عادي. اما الالكتريك فدي اللي انت بتلعب عليها في الظروف اللي هي ما تسمحش ان انت تطلع صوت عالي. لكن فكره ان انت تقول ان الكمانجه الالكتريك دي للمحترفين ودي انا مش هجيبها دلوقتي او مش عارف ايه، لا عادي، انت تقدر تمسك اي كمانجه في اي وقت، ولكن هتاخد بالك ان انت التكاليف هتزيد عليك، لان انت في اكسسوارات زياده هتشتريها زي الامبليفاير والكابل والوزن التقيل بتاعه. دول الحاجتين اللي انت ممكن تعاني منهم في البدايه اول ما هتشتريه. طبعا ده لو انت حد مبتدئ، لو انت حد محترف وهو عارف الكلام ده، يعني هو مش يعني هو رايح يشتري وهو عارف هو بيعمل ايه. لكن لو انت حد مبتدئ روح اشتري كمانجه الكتريك عشان تتمرن وتنتظم في التمرين، ولكن اعمل حسابك ان انت ممكن تتكلف تكاليف اضافيه، هي مش تكاليف غاليه، انت ممكن تقتصد في كل حاجه عادي جدا، ما فيش اي مشكله، ولكن في تكاليف اضافيه وفي وزن زياده. يعني موضوع الوزن ده انا بقول لك عليه كتير عشان انت هتتصدم، انت هتبقى فاكر ان الكمانجه خفيفه تيجي تشيلها، يعني هتعرف انا بتكلم في ايه. اتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى يعني تكون كده الصوره وصلتك وعرفت الفرق ما بين الاثنين بالتفصيل، وعرفت بالظبط انت ممكن تشتري ايه وما تشتريش ايه. فقولي في الكومنتات انت بتفضل انهي كمانجه فيهم، ولو انت محتار عايز تشتري انهي كمانجه قولي الميزانيه بتاعتك في الكومنتات وانا هرشح لك الكمانجه المناسبه ليك سواء كانت الكتريك او اكوستيك. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.